السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني انا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا اني معاكم وان شاء الله القناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونصلي على النبي كويس جدا جدا جدا. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. وتعالوا نشوف النهاردة. كنت بجهز الهدايا بتاعة العمرة عقبال عندنا وعندكم يا رب. بصوا، الهدايا دي بتختلف من شخص للتاني يعني. مش لازم نجيب الهدايا دي كلها، الكميات دي كلها ولا حاجة. بس انا هقول لكم على حاجة. انا ما طلعتش كل الهدايا، انا طلعت يعني طريقة لفها، طريقة بس يعني ما طلعتش كمية الهدايا كلها. هقول لكم انا عملت ايه في الفيديو. تعالوا نشوف انا عملت ايه. في الاول انا بدأت ان انا الف الهدايا اللي هم المصليات، سجادة الصلاة دي. آه، بصوا، سجادة الصلاة دي كانت مليانة، يعني كانت تقيلة، يعني كانت متطبقة كده كبيرة. فأنا حاولت ألفها بالطريقة دي. على فكرة أنا مش كله لفيت بالطريقة دي، في مصليات اتلفت ومصليات ما اتلفتش. بس أنا برضو بوريكم طريقة، يعني طريقة لفها يعني. كذا طريقة ليها. بصوا أنا لفتها كده زي لفة الهدايا كده. طبقتها ولفتها. يعني اللي هو ايه، يعني شريطة عرض وشريطة شمال كده. وعملت فيونكة كده. وطبعا وهي راحة للشخص يعني هيتحط معاها سبحة. لكن هي السبح يعني انا جبت جزء حبة اوريها لكم دلوقتي. وحماتي وهي في العمر ربنا يديها الصحة ويجيبها بالسلامة جابت الباقي. انا هوريكم دلوقتي انا بعمل ايه. بصوا انا بعملها فيونكة كده زي ما انتم شايفين كده. دي كانت طريقة لف أولانية اللي هي أنا عملتها عادي، تطبيق عادية خالص. وعملتها شريطة شمال كده، شريطة بالطول وشريطة بالعرض. ولفيت الفيونكة كده. هوريكم بقى الطريقة التانية. الطريقة التانية اللي هي طريقة الزجزاج. بصوا هطبق بقى كده كويس. الطريقة الزجزاج دي ما تنفعش مع نوعية المصليات اللي هي الأولانية، سجادة الصلاة الأولانية دي. كانت يعني قماشتها تقيلة جدا، فما كانتش نافعة معاها طبعا طريقة الزجزاج دي خالص. ولا البرم. بصوا هعملها كده زجزاج كده. وبرضه هلفها بالشريطة كده من النص. في مصليات بتبقى خفيفة اللي هي الحرير وكده. بتبقى أسهل وتشكيلها في يعني في الهدايا أحسن بكتير من كده. بس حماتي كانت جايبة بصراحة خامتها حلوة جدا، تقيلة يعني، كانت جايبة خامة المصلية تقيلة. أنا عايزة أخلي الشريطين قدام بعض كده طول بعض. وألفهم كده بصوا. يعني أربط كويس جدا. وأدخل كده من تحت كده علشان تبقى الربطة كويسة قوي. يعني شكلها ما يروحش يعني. طبعا عشان هو شريط ستان فبيتزحلق مني في الفيونكة خالص. كان ممكن اعمل الفيونكة جاهزة يعني، جاهزة مقطوعة والزقها، يعني مثلا ايه، ان انا اقفل الشريطة دي كده بدباسة او بلزق، وبعد كده الزق بقى الفيونكة عادي. بس انا ما حبيتش بصراحة. بصوا بس كده. دي طريقة تانية برضو. وفي طريقة تالتة اللي هي الطريقة العادية بقى بتاعتنا اللي هي البرم. طبعا انا حطاهم في الكيس كده. آه، يعني انا لفه معظمهم يعني. بس دول في الكيس كده اللي حماتي قالت لي ده بتاع فلان الفلاني ودي بتاعت فلان الفلاني. يعني ايه، مكتوب كل واحده عليها اسمها، اسم الشخص يعني اللي هياخد. دي طريقه البرم بقى كده. احط الشراشيب بتاعتها دي كده من جوه مش من بره، علشان خاطر ما تتنيش. مش هتبقى حلوه يعني لو عملتها من بره. وهعمل الشريطه كده خفيفه خالص من غير لا فيونكه ولا اي حاجه. ربط بس. هتبقى برضو شكلها حلو جدا.
ممكن برضو زي ما قلت لكم ان انا بصوا بس كده واروح قافلاها، يعني مربطش بقى، اقفلها بلزقه او حاجه بلاستر. بصوا فكرت الاول اعملها فيونكه، وبعد كده قلت لا خلاص خليها مش فيونكه برضو تبقى شكلها حلو مش وحش. بصوا دي الطريقه بقى الاخرانيه تقريبا، اللي هي الموف الاخرانيه، لا في طريقه تانية. دي الطريقه اللي هي بقى اللي هياخد مصليه ومعاها اكتر من حاجه. بصوا حماتي جابت اللي هي جلاليب البيت دي، اللي هي الفسكوس دي، على قطن، كانت خامتها حلوه جدا. والخمار طبعا لازم الخمار بتاع بتاع البيت يعني. فكانت جايباه كده، وفي شيء يعني هياخدوا كده معاه الخمار بالجلابيه بالمصليه. فتعالوا برضو اقول لكم هلفوا ازاي. برضو دي مش طريقه، يعني مش لازم حد يلفها كده، انت ممكن تحطها في الكيس وتقدميها عادي مفيش مشاكل، بس انا بقدم لك كذا طريقه تقديم يعني. هعملها زي ما عملت اول سجاده. بصوا انا بعد ما عملتها كده قلت لا انا عايزه الفيونكه من على وش الخمار، مش من الناحيه دي، مش من الظهر يعني. بصوا هدخل بقى الشريطه من تحت عشان لما اجي اقلب اللفه كلها تبقى الفيونكه من فوق. طبعا هي جابت في يعني خدت طرح البنوتات الصغيرين، جابت لهم طرح اللي هي الخروج، وكبار شويه جابت لهم العبيان اللي هي الجلاليب البيتي دي، ومعاها كمان الخمار والمصليه. طبعا كل واحد بيجيب يعني ايه على حسب اللي قدامه، يعني شوف اللي قدامه يعني بيلبس ايه بيعمل ايه، عشان ما تبقاش الهديه متجابه وخلاص. يعني يعني تحصيل حاصل، لا مش تحصيل حاصل، لا هي حبت ان هي تجيب الحاجه الناس تستعملها. بصوا شوف شكلها حلو ازاي. شكلها جميله ازاي، حلوه قوي. هيتحط برضو معاها السبحه، وتبقى حلوه قوي قوي قوي. دي بقى اللفه الاخرانيه بسيطه خالص. المصليه دي كان شكلها حلو جدا، وكان لونها حلو قوي، كانت عجباني جدا. بصوا كده هنحط بقى دي قصاد دي، لان لما جيت اتنيها لقيتها يعني اتطبقت كده مبقتش حلوه، فانا بحط نص قدام نص كده. زي ما انتم شايفين كده. هربط بقى الرباط على جنب بس كده، يعني ربط على جنب كده بس منظر مش اكتر. انا حاولت اعملها كده بالورب كده لقيتها مش حلوه قوي، فقلت لا خلاص هعملها من الجنب كده بس ايه، منظر بس كده. زي ما انتم شايفين كده. ما تتكش بقى قوي عشان شكل التطبيق ما يروحش. وبرضه هعمل الفيونكة دي ملازمانة طول المثاليات. كانت شكلها حلو قوي في لفة المثاليات بصراحة، حتى الشريطة دي كانت لونها جميل جدا. في شيء على فكرة اتلف بشريطة حمراء، بس ده أحلى، ده عجبني أكتر. خصوصا إن معظم المثاليات كان ماشي مع اللون ده. بصوا بقى أنا حطيت بصوا الشريطة كده من تحت بس منظر كده بس إيه، برضو شكلها حلو في التقديم. دي كذا شكل بقى ليها أهو. تعالوا بقى أوريكم بقى السبح. هي كانت طالبة سبح خشب، هي بتحبها، بتحب الستايل بتاعها قوي وبتحبها يعني في ايديها، فهي كانت طلبتها. طبعا السبح الخشب ما بتتباعش في كيس، بتتباع كده على بعض. فانا جبتها وما حبيتش ان انا اقدمها بصراحه، يعني ان انا اديها لحد وهي كده. فانا جبت الكياس اللي هي لازق منه فيه كده، ورحت مغلفه كل سبحه لوحدها.
بقت شكلها جميل جدا، وريحه السبح دي حلوه قوي. بصوا، وجبت كمان البوكس ده عشان ما تتوهش منه، عشان هي لما تيجي تدي حد تديله يعني تطلع من العلبه كده بس. بصوا بعد ما عبيتها بقت عامله ازاي، احسن في التقديم واريح، لان هي لما يتحطوا كلهم في البوكس ده كده فوق بعضه، لما تيجي تسحب هيمسكوا في بعض اصلا، مش هيبقوا نافعين، فكده احسن. الأكياس دي كانت عندي كميه حلوه يعني، فانا رحت واخداها وعبيت بقى كل واحده لوحدها كده، واقفل بقى كده خلاص. تعالوا بقى نشوف هنا الطرح. هنا جابت اللي هي الطرح اللي هي الكبيره، المحجبات الكبيره اللي هي الطويله. طبعا والله على فكره، والله العظيم بجد هي بقت تسال كل واحد ستايله ايه في الطرح. يعني في خد سكارف، في خد الطرح اللي هي الخمارات الماليزي، وفي خد كمان الطرح اللي هي العاديه، يعني اللي هي طرح اللف العاديه. فانا بصي ببرمها كده، بلفها اطبقها عادي تطبيق عاديه. وكان الاكياس دي كانت عندي برضو، كان جاي مع الطرح برضو كميه حلوه. فانا بقيت ايه، في منها خد الابيض وفي منها خد الاسود، بس انا عبال ما خلصت الابيض كان التصوير يعني ما كنتش بصور وقتها، فقلت اعمل معاكم الاسود واوريكم برضو انا بعمل فيها ايه. بصوا بقى، بطبق الكيس كده كويس قوي، مش عايزاها تبقى مبحبحه في الكيس كده رايحه جايه في الكيس. وادبس من تحت كده، اقفل الكيس يعني عشان تبقى التطبيقه كده حلوه، يعني لفه الكيس نفسه. وبقفل برضو هنا كده بالدباسه، وبجيب كارت كده، لان هي طبعا ايه، عايزه الحاجه جاهزه كده، وبروح كاتبه عليه الاسم، وبروح مدبسه في الكيس. بصوا زي ما انتم شايفين كده. بصوا كده. هوريكم طريقه تانية، يعني مش طريقه تانية، هي نفس الطريقه بس هوريكم يعني هوريكم مره كمان. دي دي برضو كده لفتها برضو كده، واحطها في الكيس، الشنطه بتاعتها. الشنطه السمرا دي كانت حلوه جدا، احلى من البيضه. بصوا واقفل بقى كده. بصوا الطرحه الاولانيه كانت فيها فوم عالي كده، عاليه كده، يعني اتطبقت لقيتها عاليه كده، قطن، هي كانت قطن خالص. واطبق من فوق كده. واكتب برضو. انا كله عملت كده على فكره، بس انا سبت كذا طرحه معاكم اعملها معاكم، بس كله اتعمل كده، هتشوفوا دلوقتي. اصلا انتوا شايفين اصلا، بصوا مكتوب يعني على على الشنط ازاي. بصوا، عشان تبقى اسهل ليها في ان هي يعني انا مش هبقى معاها طول الوقت، وهي ممكن يجي لها حد واحنا مش هناك معاها يعني، انا وسلايفي وكده، فانا بحب اعملها لها كده، تبقى سهله ليها في ان هي تختار يعني منها وتاخد الاسم وخلاص. طبعا برضو الاسامي دي هي جايبه كل طرحه وشايفه الشخص يعني اسم اللي هي تديله الطرحه فيها، فهي حاطه فيها ورقه وقايله لي دي بتاعت فلان الفلاني، فانا عملت زي ما هي قالت بالظبط. اهو، شوفوا بقى دي الشنط اللي قبل كده اللي انا عملتها لوحدي. بصوا نفس الطريقه برضو، جبت بقى البوكس الكبير ده، وهبدا ارصهم كده ورا بعض كلهم كده ورا بعض كده. البوكس ده بيتقفل على فكره، البوكس ده بتاع البسكوت والحاجات دي كلها يعني. ابصوا زي ما انتم شايفين كده، فبتبقى اسهل ليها، يا دوبك بتشوف الاسم هتسحب الورقه على طول. مبروكين على كل اللي هياخدوا بصراحه، هي كانت جايباهم ويعني مبسوطه قوي وهي بتعملهم. قعدت معايا وقالت الطرحه دي بتاعت مين والطرحه دي بتاعت مين، فانا بقيت اكتب ورقه واحط فيها، وبعد كده رحت عامله كل الاكياس دي.
انا طلبت منها ان انا الفهم لها، قالت لي لا هي كده الطريقه دي اسهل لي ويعني كده انا مبسوطه كده. هي كانت مبسوطه وفرحانه بيها كده. طبعا ليهم طرق تقديم كتيره جدا يعني، بس هي دي كانت اسهل حاجه. اللي عايز طرحه، في طلبت يعني عايز طرحه ولا خمار، في قال طرحه وفي قال خمار، فهي جابت كل واحد على حسب طلبه يعني. بصوا كده اسهل ازاي، شايفين انتوا واخدين بالكم من الفكره انا بقول ايه؟ برضو احسن برضو ما تبقى الطرح كلها فوق بعضها، وتيجي تدور بقى طرحه مين ده ولا وتشوف الطرحه دي شكلها احلى يعني لا هي دي كانت احسن ليها. بصوا كده اسهل، بصوا بتشوف الاسم هتسحب الاسم وخلاص. ده البوكس وده البوكس التاني، هما اتعملوا على بوكسين كبار. طريقتهم كانت سهله قوي. وطبعا كان في طبعا هدايا تانية هي هتجيبها وهي جايه يعني، في لبس الاطفال الصغيرين وكده. هي قالت انا هجيبه وانا جايه، وانتي بس اعملي لنا الحاجات دي. وكانت العبيان والحاجات دي كلها اتلفت زي ما اتلفت المصليه بالخمار وكده. كده اهو. بصوا يعني تدور كده على الاسم هتسحب الشنطه وخلاص كده اسهل ليها. والبوكس ده كان سهل جدا ليها وليه غطا كمان. وبكده يكون خلص الفيديو. لو عجبك الفيديو متنسيش ديسلايك، تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني كل جديد. وباي باي.